ليه بنختار اكتر الطرق خطورة لما بنيجي نستثمر في العقار؟ لما تيجي تشتري عقار وتصبر عليه 3 4 5 سنين علشان تبيعه وتكسب من وراه، ده اسمه استثمار مباشر عالي المخاطر وعالي المكسب. زيه زي الاستثمار المباشر في البورصة لما بتشتري سهم وتبيع بنفسك. من حيث درجة الخطورة، يعني لو انت مش فاهم كويس انت بتعمل ايه، فرص الخسارة بتبقى اكبر من فرص الربح. واظن ده واضح اليومين اللي فاتوا دول من بعد ما بالم هيلز عملت العروض بتاعتهم. معظم المطورين العقاريين ابتدوا يعملوا نفس النظام، ولا عزاء لإعادة البيع لكل الناس اللي اشتروا عقارات. لأن ببساطة عشان تعمل إعادة بيع أنت عايز فلوسك كاش أو جزء كبير منها كاش. بينما المطورين بيقدموا أقساط بتوصل ل 12 سنة مثلا وبمقدم بسيط بيتناسب مع الناس اللي مستثمرة فلوسها في الشهادات أو أي أوراق مالية تانية بتستحق كل أول سنة. يعني مش هيبقى سهل إن أنت تبيع. عشان كده لو تفتكروا من شهرين تقريبا قلت لكم اللي يجيله عرض سعر كويس للعقار بتاعه يسيله على طول. بس في حلول تانية للاستثمار العقاري ممكن تكون أقل خطورة من الاستثمار المباشر. عندك مثلا نظام الحصص العقارية اللي عاملاها شركات كبيرة في صناعة العقارات. تقدر تأجره تبيعه لهم والخطورة بتبقى أقل شوية، ممكن نبقى نتكلم عليهم في فيديو لوحده. وكمان في صناديق الاستثمار العقارية اللي بتستثمر في شركات العقارات نفسها، فكل ما هم يعملوا اوفرات ويكسبوا السهم بتاعهم بيعلى وانت كمان بتكسب من وراه. لكن شراء عقار دلوقتي وتسييله بعدين خطوره مش معروف هتبقى عامله ازاي كمان 3 4 سنين في ظل الركود اللي احنا عايشين فيه شويه دلوقتي.